الكاتب الجميل الكبير احمد الحمله. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا استاذ. منور معرض الكتاب. الله يخليك. انا عايزه اعرف ايه اعمال الكاتب احمد الحمله. هو طبعا انا بكتب شعر عاميه، شعر فصحى زمن. طبعا الجيل بتاعي في السبعينات، في القرن الماضي، من بدايه السبعينات. طبعا ليا حاجات بدات في إذاعة اسكندريه في السبعينات، وبعدين تلفزيون اسكندريه والقاهره يعني. حضرتك المنشأ اسكندريه؟ اسكندريه. منور القاهره. الله يخليك. هو النهارده قاعدين كل سنه بنيجي المعرض. طبعا كان ليا ندوات بنعملها في المعرض. بس السنه دي ما فيش. لا، وكنا بنعمل في المعرض في المكان القديم. ايوه في مدينه نصر. طبعا كنا بنعمل على المسرح مسرحيات كده يعني. وطبعا في اسكندريه بنعمل صالونات، وكان لسه لنا تقييم في عند القاهره في الشروق من رابطه الاجانب اللي طالع تقييم. وطبعا هم في حاجه حافظها طيب يعني؟ لا ممكن بس نعلي صوتنا، نبص للكاميرا ونعلي صوتنا. اتفضل. انا هسيب حضرتك تقولها. اتفضل. بنقول يا عاشق جمال المصطفى سمي، كل القلوب تبتسم لما تشوف أمي، والأم لو يوم كتب يكتب حروف أمي، والبحر لو يوم نشف يفضل حنان أمي. يا بياعين العسل، يا بياعين العسل مديوشة حتتنا، عسل جنبكم يبور لو تيجوا ناحيتنا، هاتوا الأواني الفضل عبوها من بيتنا، أعسل عسل عندنا ماركة لسان أمي. لضاربين الودع كم من قلوب حبت، عنتر وقيس والجميل وكفتي طبت من يوم ميلاد السعيد، والقلب متثبت بختمتين من غرام عين الحياة أمي. قلت لها يوم من زمان انت الأمان يما، يا مهندمة البيت يا جمع الشمل واللمة، ضحكت وقالت يا واد محلاها دي اللمة. قلت لها يوم من زمان انت الأمان يما، يا مهندمة البيت يا جمع الخالة والعمة، ضحكت وقالت يا واد محلاها دي اللمة. اسمع هقول كلمتين وادي كلام أمي. أبوك هو الأمان يا ولادي مش أنا، هو اللي جابني لكم، هو اللي نقاني، جاب التبن من عرق حبه وهناني، وفجأة أبويا وصل غنى العيون. الله الله يا استاذ احمد، حسينا ان حضرتك قدمت من خلال القصيده رسائل كتير ونصايح كتير، وده المطلوب. ان الشاعر بيوصل بكلمته رسائل شتى، بيناشد كل المراحل العمريه. جميله جدا. مبروك يا استاذ احمد، وبنتمنى لك مزيد من المنتجات الادبيه والانتاجات والكلمات الجميله والرسائل الشتى اللي توصلها لجميع المراحل. شكرا لجنة العرب، وشكرا للشيخ شكرا للسيد الفاضل ايمن العربي، ودايما نتقابل على خير ان شاء الله. شكرا يا فندم، سعدنا بحضرتك. مع السلامه.